السلام عليكم. عارفين اسماء جلال؟ اكيد عارفينها. طب تعال اما اقول لك عنها شويه حاجات صغيره كده بس هتغير نظرتك فيها. مش عارف هقول لك للاحسن ولا للاوحش، انت اللي هتقرر. يلا بينا نشوف. لو كنت متابع السوشيال ميديا الايام اللي فاتت دي اكيد مفيش مجال ما سمعتش عن القلق اللي عملته. قفلت كل حساباتها وكانها بتقول للجمهور مش عايز اشوف حد منكم خالص. والناس قعدت تسال اسماء هربت ليه يا جماعه؟ القصه كلها بدات لما الناس مسكوا عليها صور قديمه قبل ما تدخل عالم الفن. الناس بقى قعدوا يقارنوا بين صور زمان وصورها دلوقتي ويقولوا هي دي ولا فوتوشوب. يعني مش فاهمين انها الفنانه الوحيده اللي عرفت تظبط ماضيها ولا الفنانه الوحيده اللي عرفت تبوظ حاضرها. الاهم ان الناس رجعوا ينشروا صور ليها زمان وهي لابسه الحجاب، كانت عامله زي واحده من جمهور امينه المتحمس اللي بيدور على توقيع ورقه بس. سبحان الله، دلوقتي بعد ما بقت ممثله مشهوره امينه خليل بقت زميلتها تظهر معاها في كل اعمالها زي وش في وش ومسلسل خلي بالك من زيزي. يعني الواحد كان بيقول يا ريتني كنت معاهم، واسماء قالت يا ريتني كنت مكانهم، وفعلا راحت وحققت حلمها. نرجع للفيديو اللي اتسرب ليها مع الفنان امير المصري. الفيديو ده بصراحه خلاهم هما الاتنين ترند بشكل مش طبيعي، والناس قعدت تقول ده هم فعلا قريبين كده، والناس بقت بتهزر وتقول اللي عنده امير في حياته يا ريت يسيبنا في حالنا. ولان السوشيال ميديا عمرها ما بتهزر قعدوا يقولوا ان اسماء بتصور الحلقات وبترجع تقفل السوشيال ميديا، يعني عامله زي حد بيطلب دليفري ويرجع يقطع الخط عشان مش عايز يكلم حد. طب ازاي؟ بالمناسبة اسماء عندها حالة نشاط فني مش طبيعية، يعني مش مجرد كام عمل وخلاص، لا دي كمان بتشارك في مشروع ورا مشروع، في فيلم ورا فيلم. بتشارك كمان في فيلم الشنب اللي نزل في اخر 10 اللي فات، وبيشاركها فيه مجموعة من العمالقة زي ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر، واكيد اللي مش هننساها هايدي كرم. الجمهور بقى مش عارف مين فيهم اللي هيمسك البطولة، واللي في السينما بيقولوا كأننا داخلين نشوف فريق النجوم كلهم في ماتش واحد. والموضوع مش بس خلص هنا، أسماء كمان بدأت تصور فيلم إن غاب القط مع آسر ياسين، وده فيلم الكل متحمس ليه وسايبة جمهورها مستني يقول القط ده كان غايب فين. وكمان بتصور الجزء التاني من فيلم هيبتا، زي ما تقول كده اللي بيحب هيبتا مش هيعرف يتفرج عليه تاني. وعشان ما نساش كمان بيصوروا فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام، اللي قاعدين يقولوا الفيلم ده هيبقى حاجة فخمة جدا، يعني ممكن تسميها حالة تكسير تذاكر بمعنى الكلمة. مش بس كسر الدنيا، لا ده كسر العالم. يعني أسماء جلال مش سايبة للناس أي فرصة. الجمهور بقى بيقول يا بنت ده انت داخلة على فيلم، طب ما تريح شوية. وأسماء ترد تقول مفيش راحة، العمل عندي أهم حاجة في حياتي. وبكده نكون خلصنا، ويا ريت لو هتكتب كومنت يكون كومنت محترم، هستناك في التعليقات وهرد عليك. لو عجبك الفيديو اخبط لايك، والسلام.